ولكن ننتظركم هنا لمعانقة الكاس، لمعانقة المجد العالمي. نحن لا نتكلم عن بطولة قارية، ولكن نحن نتكلم عن كأس عالمية. فعلا أنتم أبطال العالم، أنتم أبطال العالم، أنتم أبطال العالم. هي صافرة الختام، صافرة المجد، صافرة العالمية، صافرة الكاس يا سادة يا كرام. فعلها أسود الأطلس. سمع زئير في كل مكان، سمع زئير في كل مكان، في دولة تشيلي، في أمريكا الجنوبية. قالوا بأن الأرجنتين هي بلاد المواهب، بلاد التانغو، ولكن اليوم الدروس يا وهبي قدمها أسود الأطلس لنقول نعم. فليتجدد العهد مع المجد المونديالي. بالأمس كنا مع أسود في قطر، واليوم نحن مع الأجبال في الشيلي. لا نقول عنهم أجبال، بل هم أسود الذين رفعوا الرأس. ونقول بكل افتخار واعتزاز: ارفع راسك أنت مغربي، ارفع راسك أنت مغربي. نعم، هنا قبلة، هنا اعتزاز، هنا فخر، هنا الذهب، الذهب للذهب، والمغرب نعم للكأس العالمية. سيرفع في لحظات للتاريخ. مشاهدي الكرام، هذا الجيل الذي أسعد شعب، هذا الجيل الذي أسعد وطن من شرقه إلى غربه، من وجدة إلى كازا، ومن طنجة إلى الكويرة. نعم، أسعد شعبا يعشق الكرة. اليوم بالقلب والوجدان والجوارح يتفاعل، لأن الراية المغربية خفاقة هنا في الشيلي وسط كبار القوم. لا تقول لي تانغو ولا تقول لي سامبا، هنا على الإيقاعات المغربية. الفرحة بالكأس العالمية. إنه المغرب يا سادة يا كرام يتردد بقوة في هذه البطولة. نعم، فرحة مغربية. نقول شكرا بالعربية، ونقول تنميرت إيفولكي 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 بارا يا أسود. مشاهدينا الكرام، هذه الصورة الجميلة للذكرى، ولكن ستكون لنا عودة للاحتفاء بالأسود ولرفع الكأس العالمية. هنا سنعود إلى الأسود. المشاهدين الكرام، أهلا بكم من جديد. ألف ألف مبروك لهؤلاء الشباب، هذا الجيل المميز من اللاعبين الذين قدموا بطولة استثنائية وحققوا اللقب لأول مرة في تاريخ المغرب، لقب كأس العالم للشباب. فرحة مستحقة لجمهور المنتخب المغربي الذي ساند من المدرجات، ولكل الجماهير في المغرب وغيرها التي كانت وراء هذا الجيل. المغرب يكتب صفحة جديدة مشاهدينا في تاريخ كرة القدم المغربية. منتخب استحق الأفضل، جيل صنع المجد بالأداء بالانضباط، حقق ما كان قبل سنوات حلما بعيد المنال. ليلة استثنائية في مسار كرة القدم المغربية، عنوانها الجهد، الروح، الإيمان بقدرة اللاعب المغربي على بلوغ القمة.